وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. النهارده عملت لكم وصفه بقى دجاج بالكيل. لو انت لسه داخله كده من باب ديتك هتعمليها. النوع ده من الصوصات فعلا عجبني جدا، يعني ممكن تعمليه مع مكرونه يمشي، مع جمبري يمشي، لا جميل. تعالوا بقى كده لما ندخل في الوصفه. انا هنا عملت 600 جرام صدور دجاج. انتوا عارفين ان كل الاطفال بيحبوا صدور الدجاج. طبعا كنت متبله صدور الدجاج بملح وفلفل في طاسه كده 4-5 معالق زيت، تسيبهم لما يسخنوا طبعا عشان الدجاج ما ينزلش ميته. هتحطي صدور الدجاج ممكن يقضوا طاسه واحده. حاولي تكبري الطاسه شويه عشان ما تغيريش كل شويه طاسه، وانتوا عارفين بقى المواعين دي بتزعل الستات كله. احلى حاجه بقى في اكلتنا النهارده انها في طاسه واحده. هننزل هنا بالتوابل، ده ممكن الاستغناء عنه. يا مرقه الدجاج حطيت ربع مكعب، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كركم، معلقه صغيره كاري، وكمان هنحط رشه ملح على حسب رغبتك في الاكل. هنجهز بقى الصوص بتاعنا، هو عباره عن كوبايه حليب وربع كوبايه كريمه لباني، وممكن الاستغناء عنها. معلقه دقيق صغيره. هتقلبي الخليط ده لحد الدقيق ما يختفي. هننزل بالكلام ده كله على الدجاج اللي احنا تبلناه بس. وهنا بقى هنبدأ نقلب تقليبة بسيطة خالص، وهو هتلاقوه تقل شوية الصوص، مش تقل قوي لا، شوية حاجة بسيطة. لو عندك بقى مشروم هتصفيه من المية دي، هتغسليه الأول وتصفيه عشان المادة الحافظة اللي بتبقى موجودة فيه طبعا مضرة، وهنحطه على الدجاج. ممكن كمان تحطي بابريكا حمرا فريش بدل المشروم. هنا بقى هقطع بقدونس، كزبرة، شبت، أي حاجة خضرا عندك قطعته حتت صغيرة، وبعدين هزين بيه الطبق بتاعنا. وده بيتقدم مع رز. ممكن تسلقي مكرونه بيضه وتحطي عليها، بس تكوني مقطعه بقى في الحاله دي القطع صغيره، قطع الدجاج، عشان اما تحطيها على المكرونه تنخلط فيها كويس. ده انا قدمته مع رز زي ما انتم شايفين، وده الطبق النهائي او شكل الطبق النهائي بتاعنا. بصراحه هو عجبني قوي، وبالهنا والشفا جربوه وقولوا لي اذا كان عجبكم ولا لا. بس اتحداكي لو ما رجعتيش عملتيه في نفس الاسبوع، لانه فعلا طعمه جميل. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، بس قبل ما تطلعي من الفيديو عايزه منك لايك المتين كده، لايك وشير واشتراك في القناه. سلام عليكم.